حبايب قلبي، ايه النهارده جايبه لكم وصفه جامده جدا من قناتي حصري سلوى في المطبخ. النهارده حلقه المشاوي الجامده جدا جدا جدا، حاجه كده واو تفتح النفس من الاخر. هي تابعوني ان شاء الله بالفيديو لحد اخر الفيديو ان شاء الله عشان تشوفوا احنا عملنا اكلتنا دي ازاي، وشوينا الفراخ المشويه دي في البلكونه. ده الجديد والحصري معايا، شوي في البلكونه على الفحم. وكمان عملت بنصيحتكم بصراحه وقلتوا لي اعملي يا سلوى شاي على الفحم، هيبقى كده حاجه من الاخر جنان روعه. بصراحه عملت بنصيحتكم وقلت كده بعد ما شويت الفراخ في البلكونه كده ودلعت اكلتي، قلت ايه احط براد شاي كده وزي ما انتم شايفين اهو. وكمان اتعمل كمان اهوت، شايفين يعني حاجه كده من الاخر. يعني بالف هنا اللي هياكل بقى الاكل ده، وتفضلوا معانا. بس تابعوني عشان النهارده حلقه جامده جدا جدا، تتبيلات واسرار ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. فتابعوني لحد نهايه الفيديو، ما تنسوش اللايك واشتراك للقناه ومشاركه الفيديو مع اصحابكم حبايبي، ما تبخلوش عليا كومنت حلو منكم. يلا تابعوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي واهلا بكل متابعين قناه سلوى في المطبخ. النهارده ان شاء الله معانا حلقه حلوه كده مشاوي. هنشوي ان شاء الله فراخ مشويه على الفحم زي ما انتم شايفين، بس في البلكونه. حبيت اغير لكم الجو. مره قبل كده عملنا على السطح سمك ومش عارفه ايه على الكانون، النهارده هنعمل على الفحم فراخ مشويه زي ما انتم شايفين. المنظر جميل جدا جدا والجو حلو في البلكونه، فقلت تغيير وكده ويعني نعمل جو حلو كده ان شاء الله. تابعوني بقى ان شاء الله عشان تشوفوا احنا هنشويها ازاي بالجو الحلو. ومعايا المكونات اهي هقول لكم عليها، تعالوا معايا كده وشوفوا. هو الفحم اول حاجه، الفحم اهوت طبعا في مولعه فحم تاني على البوتاجاز لسه هجيبه كمان. ادي فحم معايا على الشوايه، وادي كمان فراخ اهيت معايا فرختين قيمه كيلو 300 او كيلو 200 او كيلو ونص، اقصى حاجه في الشوي بتكون كويسه. دلوقتي فرختين هم صغيرين هم في الحجم عشان تبقى حلوه في الشوي. انا متبلاهم تتبيله كويسه جدا جدا وسايباهم 3 4 ساعات في الثلاجه. لو عندك وقت كافي تسيبيها في الوقت ده، لو ما عندكيش وقت كافي يستحسن تسيبيها نص ساعه. يعني ده اقل حاجه ممكن تخليها في التتبيله، اقل وقت نص ساعه. مستخدمه ايه للتتبيله ديت الحلوه اللي انتوا شايفينها ديت؟ مستخدمه بصلايه، طماطمايه، مستخدمه شرايح ليمون وشويه خل و3 فصوص توم ومعلقتين زبادي بلدي عادي خالص. ضربت كل الحاجات دي في الخلاط ونزلت بيها في التتبيله دي في الفراخ. طبعا الفراخ بتكون مغسوله كويس جدا بالملح والخل والليمون والدقيق، دعكنها كويس جدا جدا. وبعدين بضرب كل الحاجات ديت في الخلاط، بعملها في الخلاط عشان تسهل عليكي، او في الكبه زي ما تحبي. وممكن تحطي مثلا معلقتين كاتشب مستردة، ممكن تحطي، دي كلها اضافات زياده لان في ناس كتير بتعمل التتبيلات كلها مش شكل بعضها. كل واحده بتختلف طريقه التتبيل بتاعه المشاوي عن واحده تانية. فدي تتبيلتي انا في المشاوي النهارده ان شاء الله باذن الله تعجبكم الوصفه ديت. تعمليها في الخلاط في الكبه المتوفر عندك، تركنيها شويه في الثلاجه، تغطيها بكيس استرتش وتدخليها على رف الثلاجه لمده ساعتين 3 على حسب ما وقتك يسمح. وبعد كده بتكوني محضره الفحم اهو زي ما انتم شايفين، ونبدا نتكل على الله ونشوي مع بعض بقى باذن الله. بص حبايبي، في ناس كتير من المتابعين عندي سالوني ازاي الفحم بتولع، لان عندهم شوايات زي دي كده ومش عارفين ازاي طريقه توليع الفحم. بص حبايبي، انا بجيب شويه فحم مثلا قيمه كيلو ولا حاجه، بس بتجيبيه من مكان كويس ما يكونش مرطب، علشان لو جبتيه مرطب مش هيولع معاكي وهيدفي بسرعه جدا. فانت بتجيبيه من حد كويس، وبعد كده بتفضي شويه، نص الكيلو هنا بتفضيه كده، وبتاخدي كام واحده تكون كبار كده وتولعي عليها على عين البوتاجاز. اول ما تبدا تحمر معاكي كده وتبقى جمر كده، بتاخدي القطعه او القطعتين اللي انت ولعتيهم على البوتاجاز دول وبتروحي حطاهم في الشوايه في بقيه الفحم هنا اللي موجود عندك. هو مع نفسه كده هيبدا يتوزع الحراره وهيولع بقيه الفحم اللي جوه المطفي ده. وطبعا باي حاجه بتقعدي تهوي بيها كده، شايفين النار اهي، شايفين المنظر؟ النار دي هتسوي لك الحاجه اللي انت هتشويها، وكمان هتولع لك في بقيه الفحم ده اللي انت حطاه. فاهماني؟ دي بس طريقه توليع الفحم بكل سهوله خالص. فاللي عنده بقى بلكونه حلوه كده واسعه كده ومش عارفه ايه، يتوكل على الله كده ويعمل جو حلو بقى ويبدا يشوي. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين اهوت اهي. بسم الله اهي. ورق لورا طبعا كنت حاطاه في التتبيله. انا هحطهم كده عكس بعض عشان المكان. بس خلي بالك على ايديكي عشان ما تتلسعش.
تكون معاكي مساكه بتشيلي بيها الفحم طبعا. هذا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين هي بتتشوى معايا. تخلي بالك منها من وقت للتاني تقعدي تقلبي فيها. مش عارفه اقول لكم الصراحه الريحه جميله جدا جدا اهيت زي ما انتم شايفين. طبعا مش مرسوه ولا حاجه، بتقعدوا بس تديروا فيها كل شويه اهيت. بسم الله، شايفين الجمال. طبعا هي استوت. النار كده بتطلع عليه لان الدهون بتاعت الفراخ بتنزل على الفحم، فبتعمل المنظر اللي انتم شايفينه ده. ما تخافوش بس تبعدوا شويه بس عن الشوايه. شايفين يا حبايبي ادي جمالها، وبتقلبي فيها من وقت للتاني. ما تخافيش من النار لو لقيتيها طالعه كده. اهم حاجه تبعدي بس نفسك شويه، وبتهوي كده بحاجه في ايديكي كده. وبعدين في تكه جميله جدا جدا هنعملها مع بعض صراحه هتطعمها بصي زي اللي بره بالظبط واحسن مليون مره. هتبقى حلوه قوي. حاجه هنشويها مع بعض وبتميزها لما بتجيبها من بره من عند بتاع المشاوي. ان شاء الله خليكم معايا بس ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناه. تابعوني علشان نشوف هنكمل ازاي وهنقدمها ازاي وايه الخطوه اللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله. بصوا حبايبي دلوقتي ادي التكه هي اللي بقول لكم عليها. انا طبعا قلبتها على الوش التاني اهوت. بتجيبي طماطم شرايح كده وبصل شرايح كده، بترشي رشه ملح وفلفل اسود عليه وبتبداي ترصيه كده علشان بصوا حبايبي ادي اهوت بترصيها على الفراخ كده اهي. البصل كمان مش هتعرفي بجد بجد تفرقيها عن اللي بره في حاجه خالص اهي. ريحتها جميله جدا جدا. الحاجات دي طبعا بتتقدم معاها وبتيجي معاها لما بنيجي نشتريها من بره. فاحنا بنشويها اهوت عليها. بتكوني متبله بس البصل والطماطم زي ما قلت لكم. هياخد طعم المشوي وهيبقى خطير خطير بجد. ولسه كمان هنقدم معاها حاجات كمان هتقدم معاها عشان تبقى احنا كده كملناها زي اللي بتيجي من بره بالظبط، وجبه كامله متكامله. احسن حاجه اللي انت تستمتعي وانت بتعملي الحاجات دي بجد بجد في بيتك في جو حلو وبلكونه. طبعا عشان الفحم بيولع جامد كده فانا عملت في البلكونه وجو حلو. اتمنى يا رب ان شاء الله تعجبكم الطريقه باذن الله وتجربوها. حاجه كده واو من الاخر بجد. كده حبايبي هي استوت معايا خلاص تمام. ادي الخضار اللي عليها البصل المتبل بالطماطم حاجه كده جميله جدا جدا زي اللي بنجيبها من بره زي ما قلت لكم، واحسن كمان انضف يعني مضمونه وحاجه جميله وتستمتعي كده انت واولادك كده في يوم اجازه كده تعملي الحاجات دي. شوف هي اتشوت هنقدمها مع بعض وشوف هنشوي ايه تاني على الفحم ده لازم نستغله. وكمان عشان هو مولع حرام لازم نستغل الفحم ده نعمل شويه حاجات كده ونظبط الدنيا. ونشوف هنقدمها جنب ايه كمان ان شاء الله. انتظروني ما تنسوش لايك للفيديو. بصوا حبايبي دلوقتي خلاص احنا شوينا الفراخ وهنشوف طريقه التقديم بتاعتها مع بعض. بس دلوقتي انا حبيت استغل بقى خلاص شويه الجمر او الفحم اللي تحت. قلت اجيب شويه بتنجان كده وفلفل حامي وفلفل كوبي او فلفل رومي. وقلت كده بقى نعمل ايه اجدع سلطه بابا غنوج في الدنيا ممكن تعمليها فاهماني. وتقلبي كده اهو شايفين اهوت ما شاء الله ما شاء الله عليه ريحته جميله جدا جدا على طعم الفحم. يعني انتوا شايفين كده بقى بصوا يعني يفرق كتير كتير خالص غير الفرن بتاع البوتاجاز غير على عين البوتاجاز من فوق الشوي. لا على الفحم الشوي بيختلف تماما تماما. افرض واحده الصراحه ما عندهاش مثلا فرن البوتاجاز بتاعها بايظ هتعمل ايه؟ لا ما توقفيش نفسك شغلي نفسك كده وبدل ما تروحي تشتري الفرخه بره غاليه مش عارفه بكام الفراخ المشويه وما يعلم بقى ومش مغسوله كويس. والصراحه ممكن الله اعلم ممكن كمان ممكن الناس اللي ما عندهاش ضمير في محلات الشوي يعني ممكن الله اعلم ممكن فراخ معلش ممكن تكون ميته فراخ بايظه فراخ مش عارفه ايه. لا انت بتجيبي فرختك ما شاء الله عليه غسلاها كويس من عند فرج كويس مطبوخه قدام عينيكي 100 100 فبتروحي انت شايفين ما شاء الله عليه. وكمان تستغلي البلكونه بتاعتك كده تعمليها في البلكونه علشان بس الدخان او شغال الشفاط او الكلام ده. وكمان تغيير في الجو والمنظر صراحه النفسيه بتتغير مع الجو والطبيعه والجو حلو والطعم المشويات يعني يفرق كتير كتير. فشوفوا بقى احنا هنقدم ازاي سلطه البابا الغنوج بتاعنا والطحينه وبطاطس محمره. يعني بص هنظبط الاكله بتاعتنا مش هنخليها كده اردن. وان شاء الله هوريكم كمان الفراخ مستويه ازاي معايا باذن الله. تابعوني يا حبيبي ما تنسوش لايك للفيديو. دلوقتي حبايبي بقى دخلت خلاص الشوايه بتاعتي اللي بتاعت الفحم من البلكونه وخلاص. دلوقتي عملت عليها براد شاي بقى ولعت على براد شاي كده لان الصراحه بيقولوا شاي الفحم ده ملهوش حل. فانا قلت اعمل ايه كوبايتين شاي كده بقى على الفحم ايه عشان ايه تعمر الطاسه وتظبط الدماغ
وزي ما انتم شايفين، وفي الناحيه التانيه هنا، وفي الناحيه التانيه اهوت انا شغاله عقبال ما الشاي يتعمل. اكون برضو قعدت اكمل تقشير البتنجان. هو خلاص زي ما انتم شايفين بيطلع بكل سهوله. فعلا فعلا شوي البتنجان على الفحم بيفرق كتير في الطعم وفي الشكل وفي التقشير بتاعه بكل سهوله. بتجيبي كده البلانشة وتروحي عامله عليها، تمسكي بالسكينه كده وتروحي ايه كده اهوت. هو على فكره هو مستوي خالص، دي زبده زبده زي ما انتم شايفين اهو، مستوي جدا. وكمان الفلفل اهوت اتشوى معايا. هنعمل سلطه بابا غنوج اللي انا قلت لكم عليها، فانتظروني بقى عشان تشوفوني في التقديم. سلطه بابا غنوج انا هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو، انا عاملاه قبل كده في القناه عندي. هسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو ده، المشاوي ده ان شاء الله. اللي حابب يدخل يتفرج عليه ويشوف كل تفاصيل سلطه بابا غنوج باذن الله. بس كنت عاملاها بطريقه تانية، اتمنى ان شاء الله تعجبكم باذن الله لما تشوفوها. ده حبايبي كانت حلقتنا النهارده. غدوه المشاوي، الفراخ المشويه، بطاطس محمره، سلطه بابا غنوج، البتنجان والفلفل المشوي على الفحم، سلطه طحينه. اتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم باذن الله وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. بصراحه حاجه كده من الاخر والله جميله جدا جدا، طعم وريحه ونظافه، حاجه مضمونه، توفير كمان في البيت عشان الحاجات دي بتبقى غاليه من بره ومش مضمونه. بطاطس محمره متبله برشه كمون، رشه ملح، رشه شطه كده بودر عليها. سلطه الطحينه انا بعملها في البيت، وهسيب لكم اللينك بتاعها برده والرابط بتاع الفيديو اللي انا عاملاه فيه تحت الفيديو ده ان شاء الله. سلطه بابا غنوج زي ما انتم شايفين، حتى انا سبت الفلفلتين دولت مشوي اهوت عشان تعرفوا ان ده مشوي. والفلفل المشوي كمان قطعته جوه في قلب البتنجان. والفراخ الجميله حلقه النهارده، بصوا على فكره هي مستويه جدا جدا جدا. شايفين ما شاء الله عليها، يعني بتدوب دوبانيه. شايفين المنظر ايه؟ شايفين يعني فعلا فعلا مستويه جدا جدا. انصحكم لما تجيبوا فراخ تجيبوها تكون صغيره شويه. عايزه فراخ مثلا كبيره يبقى هتاخد وقت اطول في الشوي، بس احنا بنحب الفراخ الصغيره، معروفه بتكون حلوه قوي في الشوي. فاتمنى ان شاء الله تكون وصفه النهارده عجبتكم باذن الله. ما تنسوش اللايك للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم من قناه سلوى في المطبخ كل جديد. اشكركم يا اجمل متابعين في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.